السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله بحول الله في هذه الحلقه غادي نشاهدوا تشكيلات لنادي برشلونه المتوقعه امام اوساسونا. كما كنعرفوا ان نادي اوساسونا في مباراه الذهاب فاز على نادي برشلونه 4 أهداف مقابل 3. اول خساره للمدرب هانزي فليك كمدرب لنادي برشلونه امام اوساسونا. اليوم ان شاء الله بحول الله في هذه الحلقه غادي نشاهدوا تشكيلات نادي برشلونه اللي غادي يواجه فيها اوساسونا. في حراسه المرمى تشيزني، في الدفاع غادي نشاهدوا كوندي واروخو ومارتينيز وجيرالد مارتينيز. كما كنعرفوا هانزي فليك غادي يرتاح بالدي لمباراه بينيفيكا يوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا. في وسط الميدان غادي نشاهدوا كاسادو وفيرمين لوبيز وغافي ولامين يامال وتوريس. وفي الهجوم غادي نشاهدوا ليفا. كما كنشاهدوا في التشكيله ما شاهدناش ديون وما شاهدناش رافينيا. ان مباراه برشلونه يوم الثلاثاء غادي تكون مباراه ختاميه، مباراه الحسم في دوري ابطال اوروبا امام بينيفيكا. مباراه الذهاب انتهت المباراه هدف مقابل 0، ومباراه الاياب مازال العوده، وكنعرفوا ان الخصم بينيفيكا خصم غير سهل. ويوم السبت اللي ماجي ان شاء الله برشلونه غادي يواجه اتلتيكو مدريد. هذه المباراه غادي تكون مباراة اللقب لنادي برشلونة. والتشكيله اللي شاهدنا خوتي بغيتكم تعطيوني نتوما رايكم، ما رايكم في هذه التشكيله؟ واش بهذه التشكيله هانزي فليك قادر ان يفوز على اوساسونا ولا يتعادل او الخساره لنادي برشلونه، حيت المباراه صعيبه على نادي برشلونه. خوت خليوا لي رايكم في التعليق. شكرا لكم جزيلا، تبارك الله عليكم، الى اللقاء. ضحايا موقعة البرتغال مهددون بالغياب عن برشلونة. خاض برشلونة مباراة صعبة خارج أرضه أمس الأربعاء، خرج منها فائزاً على بنفيكا من 1-0 ضمن منافسات ذهاب 8 نهائي دوري أبطال أوروبا. واضطر البرسي للعب منقوصاً بعد طرد مدافعه باوكو بارسي مبكراً، لكن ذلك لم يمنع الفريق من الفوز بفضل هدف رافينيا. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن هناك 3 لاعبين عانوا بشدة في موقعة بنفيكا، على رأسهم أليخاندرو بألدي الذي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل. ويحتاج ظهير الفريق الكتالوني للخضوع لفحوصات طبية لمعرفة مدى قوة إصابته. ولم يكن بألدي الضحية الوحيدة في البرتغال، بل أشارت الصحيفة إلى تعرض إينيجو مارتينيز لإصابة أيضا في ساقه خلال الشوط الأول. ووفقا للمصدر ذاته، فإن المدرب الألماني هانز فليك قد يضطر لإراحة مدافعه البسكي عند مواجهة أوساسونا السبت المقبل في الدوري الإسباني لتجنب تعرضه لأي انتكاسة. وأفادت ماركا كذلك بشعور لاعب الوسط بيدري بانزعاجات عضلية، وهو ما قد يجبره على الغياب أمام أوساسونا، حيث ينوي فليك منح الفرصة للاعبين آخرين لتفادي إرهاق أغلب عناصر التشكيلة الأساسية.